رحمه الله رضوان الله عليه. هذا من المثبتات في الرسائل المثبتة بين الحكام العثمانيين وولاتهم في الآستانة. هذا مثبتيه في الآستانة في تركيا موجود، هذا بخط الوالي العثماني. الوالي العثماني هناك، الحاكم العثماني يبعث إلى ولاته في العراق. العراق كانت مستعمرة تحت نفوذ الأتراك، فكان هم يحكموها. فبعث إلى أنه قال له تروح تشوف الأنصاري، الشيخ الأنصاري منو دا يجيبون لنا أخبار عنه، هذا مرجع الشيعة، هذا شنو، هذا حركاته أموره، ضبطوا الوضع، جيبوا لنا أخبار عنه، أريدك أنت تروح بنفسك تشوفه. تحرك الوالي من بغداد إلى النجف، وأخذ الحاكم من قبلهم بالنجف، راحوا إلى زيارة الشيخ الأنصاري. دخلوا على الشيخ الأنصاري، اعطوه خبر دا يجي هذا الباشا العثماني، دا يجي يريد يجي يزورك، البيقات ذولا. قال خلي يجون. اجوا، دخل البيت، شو هاي الباب، باب خشب قديمة، لما تريد الطب لازم تنزل راسك لي جوا، ما تقدر عدل تمشي، تنزل راسك لي جوا، والطوب طب جوا، بيت قديم كذا. قال له احنا منطيهم خبر يومين ثلاثة قبل، يمكن كانوا يهيئون هذا المكان ويقولون هذا مكاننا، يعني هم يسكنون مكان آخر، بس احنا ما اعطيناهم خبر. احنا بمجرد اجينا قلنا لهم نريد نجي نزور الشيخ، الشيخ قالوا تعال زوره. فيبدو هو هذا بيته. سألوا الجيران، سألوا الناس، سألوا كذا، قالوا هو هذا بيته. الشيخ الأنصاري هذا، الشيخ الأنصاري بيته ما بيفد حصير واحد، حصير من خوص النخل، فشي بسيط. غرفة استقباله، هولو كراسي وموبليات وما أدري فلان وشي، وغرفة نومه، ماكو شي، كل شي ماكو، حياة كلش طبيعية. بعدين زاروه وكذا، وقاموا وقالوا له مولانا نشتري لك بيت، تريد مكان، تريد شي؟ قال لا، شو اسوي بيته هذا زين يكفينا هذا. فقاموا وراحوا، فكتب، يقولون هاي الوثائق هكذا مكتوب بها، كتب للحاكم العثماني للخلافة العثمانية، كتب هذا الشيخ الأنصاري زاهد كسيدنا عمر. هذا لو تشوف عمر بن الخطاب، بس المسكين يعني هو على أي حال على طريقتهم، يعني مقصودهم ترى هذا إذا تشوف الخليفة، تشوف الخليفة مالتنا، هذا إذا تشوفه. قال له يا دنيا يا كذا، هذا ما يخشى منه، ما يخاف منه، هذا أصلا تارك الدنيا. هذا سبب لهؤلاء حسن النظر للتشيع، حسن النظر لعلماء الشيعة، سبب لهم أن يتعاملوا مع الحوزة ومع العلماء من ذاك اليوم معاملة جيدة، لا يسيئون التعامل، لا يتصورون ذولا كذا. على كل حال، الشيخ الأنصاري فرد يوم زوجته قالت له مولانا انت قبل المرجعية كنا ناكل انا وياك هاي الاكله مالتنا، الابقوشت، كل يوم ناكل هذا المي لحم والابقوشت، هاي الاكله الابسط اكله واسهل اكله وارخص اكله، عود ما بيها يعني لحم وشي، شويه مثلا اقل من نص ربع. اذا اشتروا لحم يشترون نص ربع يعني 120 125 غرام، يعني 120 غرام وين تخليه؟ الله يخليك.
سو هذا زايد عليهم. على كل حال قالت له قبل ما تصير مرجع توكلنا هذا الأكل، هسه بعد ما جتك الدنيا وصلت مرجع شوي دير بالك علينا يا معود. قالها ها أنا قبل ما بعد ما صرت مرجع راجعت نفسي ومعدتي، قلت لها انت هم تغيرتي؟ قالت لي لا، انت راجعة معدتي تسأليها تغيرت؟ إذا قالت لك إيه ندبر لك أكل غير أكلنا، إذا قالت لك لا هي نفسها خلي نبقى الدنيا 4 أيام نبقى على هالأكل هذا، شو تقولين؟ قالت والله بكيفك أنا تابعة لك. حياتهم بساطتهم بهذا الشكل، بهذا النحو، بهذا الأمر.